من أمامنا وتوجه إلى القصر الملكي في الرباط على بعد نقل أقل من كيلومتر. هناك مراسم استقبال ملكي رسمية للاعبين ولعائلاتهم، وكان في الواقع مثير جدا أن يتم استقبال اللاعبين مع عائلاتهم، وذلك استمرارا لنهج العائلة ولجو العائلة الذي عاش فيه المنتخب المغربي في كأس العالم. نحن نتذكر عندما كان اللاعبون ينتصرون أو يهمون بالخروج من المباريات مضطرين لبلوغ الأدوار المتقدمة في كأس العالم، كانت أيضا وكالات الأنباء والصور تتناقل هؤلاء اللاعبين مع أمهاتهم مع بقية أفراد عائلتهم، سواء اللاعبون أو كذلك المدرب وليد الركراكي. هي كانت رغبة من المدرب وليد الركراكي أن يعم جو العائلة. هو نجح في ذلك مع فريق الوداد الرياضي عندما جنى ثماره بشكل مباشر وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع هذا النادي قبل أشهر قليلة من الآن. وعندما أسندت مهمة قيادة المنتخب المغربي للمدرب وليد الركراكي، أيضا هو كان على يقين كامل بأن الوصفة السحرية هي أولا جو العائلة في المنتخب. هو قال إنه لن يضيف أي شيء فني أو تكتيكي كثير بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، لأنه هؤلاء اللاعبين يلعبون في كبريات الأندية الأوروبية، بالتالي هم غير محتاجين للكثير من الأمور الفنية أو التكتيكية، ولكن هم محتاجون للشعور بالدفء العائلي داخل المنتخب. عندما نلاحظ كيف تحول مزاج حكيم زياش من لاعب كان لا يريد العودة للمنتخب المغربي إلى لاعب يفخر بحمل قميص المنتخب المغربي، إلى لاعب يؤدي واجبات دفاعية بالإضافة إلى واجباته الهجومية في المنتخب المغربي. أيضا كيف تحول نصير مزراوي الذي يلعب في مقر الظهير الأيمن إلى لاعب في الظهير الأيسر وينشط بطريقة مميزة جدا، وكيف عاد نصير مزراوي إلى المنتخب الوطني. كيف هؤلاء اللاعبين والمكونين بغالبيتهم من لاعبين يشوطون في الدوري الأوروبي، ولكن أيضا بلاعبين هم منتوج خالص للمغرب للدوري المغربي. هؤلاء اللاعبين عندما نجد بأنه أشرف داري الذي يلعب لنادي بريست ولكنه هو من منتوج نادي الوداد الرياضي، أيضا أوناحي وهو منتوج أيضا خالص لأكاديمية محمد السادس في المغرب، غادر المغرب وهو ابن 18 هو يلعب لنادي أونجي. أيضا نعلم كذلك بأنه نايف عقد وهو يلعب نادي في انجلترا في ويست هام، هو أيضا منتوج للمغرب. أيضا أكاديمية محمد السادس لاعب في فريق فتح الرباطي. أيضا رضا التقناوتي وهو حارس لفريق الوداد لم يأخذ أي مباراة في هذه البطولة، أيضا هو منتوج لأكاديمية محمد السادس، هو لاعب حارس مرمى لفريق الوداد. أيضا عنده انتماء لفريق المغرب الفاسي أكاديميته، وكذلك للسيد الكتامي وهو واحد من كبار مدربي الحراس المرمى في المغرب. بالتالي هناك الكثير من المعطيات الأساسية خلف هؤلاء اللاعبين هؤلاء النجوم. فيما ذكرت جهاد بخصوص العروض التي يتلقاها لاعبو المنتخب المغربي، اكيد بعدما قدمه مثلا أوناحي اكيد سيتلقى عروض للانتقال لمغادرة نادي أونجي الى احد الانديه الكبيره، ولكن لحد الان هناك حديث عن